اهلا وسهلا في كل متابعيني مطبخ الشر. اليوم راح اقدمكم طريقه عمل مربى الدراء، ويلا نشوف الخطوه بخطوه مع بعضنا. بيلزمني 3 كيلو من الدراء. راح نجيب 3 كيلو من الدراء ونقشرها على هالطريقه هاي. هيك اصبحت عندي بعد ما قشرتها. هلا راح اقطعها على قطع مربعات صغيره على هالشكل، مربعات صغار. طبعا راح تكون هي الدراء اللي صاحبة قشرة الخملة، هيك صار خملة مخملية. هاي منقشرها ومنقطعها على هالشكل. هيك بتعطينا هذا الشكل المربع. هيك كلياته لازم يكونوا قد بعضهم. هلا راح احط لكل كيلو دراء نص كيلو سكر. انا عندي هون 3 كيلو دراء، راح استخدم كيلو ونص، يعني كل كيلو راح نستخدم له نص كيلو من السكر. وبحركهم تحريكة كويسة، وبتركن لتاني يوم، يعني ليلة كاملة لازم يكونوا، حتى الدراء يطالع المي اللي عنده. وهي النتيجة بعد ليلة كاملة من السكر والدراء مع بعضهم. هيك عطونا، هي طلعت المي كلها من مية الدراء، هي طلعت. هلا راح ارفعهم على النار وحركهم مع بعضهم. والسكر اللي زائد وقلب الصحن كمان كله بنزله على الطنجرة، وبضل بحرك لوقت ما يدوب السكر عنا شوي شوي. وهلا هي هون صارت عنا السكر داب وبلش يغلي مع بعضهم. بخليه على النار هيك لمدة نص ساعة، وبضيف له معلقة من ليمون صغيرة او معلقتين حسب حجم المعلقة. اذا كانت معلقة صغيرة نحط تنتين. وهلا بعد ما غلى وهيك حطيته على بزرق. شوف شلون عندي ما كتير سميك، انا بدي يكون اسمك من هيك. بحب يغلق التعقيد على حرارة الشمس. هلا رح فضيه هيك بالزورة مثل ما شايفين، وغطيه بقطعة من القماش. بحطه على البلكون. لو ما في شمس معلش على الحرارة بيتعقد، حرارة الجو. هلا رح احطه على البلكون هيك لمدة يومين بتعقد على حرارة الشمس، وبيعطينا هالنتيجة هي رائعة. شوفوا كيف سمك عندي. وانا ما فيني كنت احطه يتعقد على النار. ليش؟ لاني ما بدي يضل عم بتعقد على النار وتعطيني شواطة السكر. انا بدي بس كان يفور فورتين على الغاز 3، وبعدها بحطه على حرارة الشمس يغلق تعقيده. شوفوا على هالمنظر، شوفوا عليه ما اطيبه. من جد الطعم من فوق ما تتخيلوه. اتمنى تجربوها وتعطوني رايكم فيها. ولا تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.